في يوم 30/8/2022 في أمريكا ساكن راجل ينقال له عبد الله هو وزوجته في حي تامبا اللي موجود في ولاية فلوريدا الأمريكية. وبعد 5 أشهر من سكنهم هون عبد الله رزقه مولانا بطفلة زوينة، وكانت حياته نوعا ما مستقرة إلين يسكن حداهم جارهم واللي اسمه لين الصيني يقري الكيمياء في جامعة فلوريدا الأمريكية. ومن اليوم اللي ظهر فيه لين عادت حياة عبد الله مقلوبة بسبب على أنه كان كل دقيقة يتصل على الشرطة ويشكي من عائلة عبد الله وأنهم صامكين وبعياطهم. وهون فرض الحال على عبد الله على انه يعدل روايه يحل بها هذه المشكله، وبالفعل عبد الله اشترى بيبان عازلين للصوت كانوا يسلك من جاره والبلاغات اللي يعدل عليه. يا غير العجيب على ان جاره مازال على نفس الحاله كل نهار يشكي منه، وتم الحال نفس ما هو الين في يوم 10/8/2023 عبد الله عاد شام ريحه من خنزه قرداره، ومن متن الريحه زوجته ومنته عادوا لا يقذفوا. وهون تلفن عبد الله على الشرطه وبلغهم بالموضوع، ومن جات بوليس وراجعوا كاميرات المراقبه شافوا جاره كل نهار يجي قدام باب داره ويكب نقرها مادة كيميائية، وهي اللي كانت السبب في اللي خلق العبد الله وعائلته. طبعا الشرطة ألقت القبض على لين، وأثناء التحقيقات معه قال لين على أنه كان يكب ذي المادة كان جاره عبد الله يأخذ ويخليه له الدار. طبعا الشرطة ما اقتنعت بكلامه ولا جبروا على أن كلامه سبب مقنع في عدل اللي عدل العبد الله وعائلته وزرقوه في الحبس. في 30 نوفمبر 2021 نشرت امرأة أمريكية في فيديوهات الكاميرا المراقبة اللي في بيتها، واللي كان في الفيديو راجل غريب واقف قدام دارها ويخرصها بطريقة مرعبة. والصادم على المرأة منين بلغت الشرطة بالمردة قالوا لها على انهم ما يقدروا يعدلوا شيء، وعلى ان منادم لا واقف ولا يشكل اي تهديد عليها. وبعد 10 أيام من ذي الواقعة راجل اختفى ولا ترى يوقف قدام دارها إلى يومنا. لو كان حد معدلها قدام دارها لك شلاه يتعدل. وبذا نعود وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم. في حال تعجبك اكتب لي تحت شي الدور نتكلم عنه في المقطع اللي جاي. لا تنسى تصلي على النبي، ونشوفك في المقاطع القادمة. السلام.